تاكل سعرات قد ايه لو انت بتحاول ان انت تبني اكبر كتله عضليه سواء كنت مبتدئ او متقدم في اللعبه. عشان اجاوبك على السؤال ده لازم ارجع لدراسه اتعملت في سنه 2019 على مجموعه من لاعبي كمال الاجسام. خلوا جروب منهم ياكل حوالي 6000 سعره وجروب تاني اكل 4500 سعره، وكانت نتيجتها كالاتي. بالنسبه لزياده العضلات، الجروب اللي كان بياكل سعرات عاليه زاد حوالي 2.7% مقابل 1.1% فقط في الجروب اللي كان بياكل سعرات متوسطه. هتقولي طب ما دي حاجه كويسه جدا. هقول لك لازم تبص على الصوره كامله. تعال نبص على زياده الدهون في الجروبين. الجروب اللي كان بياكل سعرات عاليه زاد حوالي 7.4% مقابل 0.8% بس في الجروب اللي كان بياكل سعرات متوسطه. وده معناه ان في حاله الدايتنج لما يجوا بقى ان هم ينشفوا هيبقى في صعوبه عاليه جدا بالنسبه للناس اللي كانت بتاكل سعرات عاليه، وهتبقى غالبا النتيجه ان هم هيخسروا كتله عضليه كبيره جدا. فهتبقى المحصله ان من الوارد ان الجروب اللي اكل سعرات متوسطه يفضل له كتله عضليه اكبر من الجروب التاني. طب انت تعمل ايه لو انت شخص مبتدئ؟ حاول ان انت تبقى سعراتك عاليه شويه، مفيش مشكله لانك عندك قدره عاليه على بناء العضلات. لكن الشخص المتوسط او المتقدم مش محتاج ان هو يزيد اكتر من ربع لنص في المية من اجمالي وزنه اسبوعيا، وده فعليا مش هيحتاج اكتر من 200 ل 300 سعره زياده فوق سعرات الثبات. لو سويت سعراتك اكتر من كده هتاثر مده الاوف سيزون وهتتخن اسرع لا اكتر ولا اقل.